ومش هعدلكم يوم غير لما اقول لكم ايه الجديد في ملف امام عاشور، لان الحديث دلوقتي امام عاشور ترند. الحديث عن امام عاشور ما بيخلصش، بقالنا بالظبط 7 8 ايام الحديث عن امام عاشور ما بينتهيش. ايه الجديد؟ احنا اول امبارح ابتدينا مع حضراتكم القصه. طبعا القصه كانت يعني الناس تتكلم فيها قبلينا بشويه، لان احنا كنا اجازه في العيد. اول ما جينا قلنا لحضراتكم الكواليس لحظه بلحظه. اول امبارح قلنا لحضراتكم ان الاهلي فاتح ابوابه لامام عاشور في عز ما الناس كانت بتقول لك ان امام عاشور بيقترب من بيراميدز، وفي عز ما الناس قالت لك ان امام عاشور مش هيجي الاهلي بعد هتافات جمهور النادي الاهلي او بعض من جماهير النادي الاهلي في مباراه فيوتشر. احنا قلنا لحضراتكم ان الباب مفتوح في النادي الاهلي لامام عاشور، وقلنا ده اول امبارح قلنا ان الكره في ملعب مين؟ في ملعب كولر، هو صاحب القرار الاول والاخير بخصوص الموافقه على التعاقد مع اللاعب او لا. طيب ده اول امبارح. امبارح قلنا لحضراتكم ايه؟ قلنا لحضراتكم ان كولر اكد على احتياجه الشديد للتعاقد مع امام عاشور وتمسكه بضم اللاعب لصفوف فريق النادي الاهلي. ده كلامنا كان امبارح، تمام؟ وقلنا ان القصه بتقترب جدا، وانضمام امام عاشور للنادي الاهلي بيقترب جدا. بيراميدز موجودين بالمناسبه لسه في الصوره بس من بعيد، لان رغبه امام لحد وانا بكلمكم الانضمام للنادي الاهلي. ماشي؟ طيب ايه الجديد بقى النهارده؟ الجديد هقول لكم بعض التفاصيل اللي ليها علاقه او اللي بتقرب جدا 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 امام عاشور من الانضمام للنادي الاهلي. اول حاجه، الاهلي من 7 ايام بالظبط، من اسبوع فات بالظبط، اتفق على كل شيء مع امام عاشور بخصوص البنود الشخصيه، وبخصوص عقده مع النادي الاهلي، وبخصوص كل حاجه ليها علاقه بتعاقد امام عاشور مع النادي الاهلي. انا بقول لك كواليس مهمه وركز معايا فيها. من 7 8 ايام بالظبط الاهلي انهى كل اتفاقاته مع امام عاشور. وبالمناسبه يا جماعه ده اجتهاد ومعلومه، عشان ما يطلعش واحد يقول لك ايه انت ازاي بتعمل كده، احنا هنقدم فيك شكوى. سيبك من الكلام ده، ده اجتهاد، ده اعلام في ناس ما بتفهموش او الناس ما بتعرفش تفهمه. ما علينا، مش هقف عند القصه دي يعني، لكن انا هو بقول لك امام عاشور حصل اتفاق ما بينه وما بين النادي الاهلي من 7 8 ايام بالظبط. طيب اللي بيحصل دلوقتي ايه بعد ما الاهلي انهى اتفاقه مع اللاعب نفسه؟ بعد ما الاهلي انهى اتفاقه مع اللاعب نفسه، الاهلي دلوقتي بيتواصل مع نادي ميتلاند الدنماركي. هتقول لي طب ما هو ده طبيعي. لا، انا بقول لك تفاصيل بقى، جاي لك فيها اهو. التواصل مع ميتلاند الدنماركي في اكتر من جزئيه مهمه لازم تاخد بالك منها. الاهلي هدفه دلوقتي ان هو يضم امام عاشور موسم على سبيل الاعاره، في بند احقيه الشراء بعد انتهاء هذا الموسم او خلاله، ايا كان اي توقيت يختاره النادي الاهلي. تمام؟ يبقى الاهلي بيفكر ايه؟ بيقول لك انا عايز دلوقتي، هو طلب بالفعل من ميتلاند الدنماركي ضم امام عاشور موسم على سبيل الاعاره بنيه الشراء. طيب الاهلي عرض كام في الموسم ده؟ اسمع مني بقى. الاهلي عرض 500,000 دولار فقط مقابل التعاقد مع امام عاشور لمده موسم، مع بند احقيه الشراء اللي هو يخلي الاهلي يدفع كام بقى لما يجي يشتري اللاعب بقى تماما، يبقى بتاعه اللعيب 1.5 مليون دولار بخلاف ال 500 بتوع الاعاره. يعني توتال الصفقه يبقى كام حضرتك؟ هيصل لما يقارب من 2 مليون دولار او 2 مليون دولار بالظبط. تمام؟ ده او دي التفاصيل الخاصه بتواصل الاهلي مع ميتلاند الدنماركي بعد حصول النادي الاهلي على موافقه امام ورغبه امام واتفاقات مع امام بخصوص انضمامه للقلعه الحمراء. طيب دلوقتي الاهلي منتظر ايه؟ منتظر رد ميتلاند الدنماركي على عرضه، على عرض النادي الاهلي. هل ميتلاند لحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم رد؟ لا، لحد دلوقتي كده هو لسه ما ردش على النادي الاهلي. لكن اعتقد قلت لك تفاصيل مهمه جدا جدا لازم تكون واخد بالك منها بخصوص ملف انتقال امام عاشور من ميتلاند الدنماركي للنادي الاهلي. بيراميدز موجود في الصوره من بعيد بيترقب هل هينجح النادي الاهلي في التعاقد مع امام؟ طيب هل هينجح النادي الاهلي في اقناع
ميتلاند الدنمارك بالمقابل المادي او بالفلوس اللي بيعرضها النادي الاهلي. لو ما نجحش النادي الاهلي هنا هيخش بيراميدز بكل قوه، عشان هيبقى خلاص الرغبه بتاعت امام ما بقتش موجوده اللي هي انضمام للنادي الاهلي، فبالتالي يروح ينضم لمين؟ ينضم لبيراميدز، لان ده هيكون الخيار الوحيد ليه هنا في مصر. هتقول لي الله، طب والزمالك؟ لا، الزمالك صعب جدا يتعاقد مع امام لان الفلوس مش حاضره. الفلوس مش حاضره. فدي التفاصيل كلها اللي ليها علاقه تمام بقصه امام. لكن عشان اكد عليك على جزئيه مهمه جدا، ان امام بيفضل النادي الاهلي، بيفضل الانضمام للنادي الاهلي عن اي عروض اخرى بما فيها بيراميدز. تمام كده؟ فده التطور الاخير لحد اللحظه الحاليه بخصوص امام عاشور. ودايما انا بتكلم في الحته دي لان التساؤلات بتبقى كتيره جدا، ايه التطورات، ايه الاخبار، فاحنا دايما دورنا ان احنا نلبي او نحاول ان احنا نرد على تساؤلات الجماهير بمختلف